نيمار أخيراً قرر يلمح لمستقبله مع نادي سانتوس، وده بعد ما انتهى عقده القديم في 31 من ديسمبر 2025. المهاجم البرازيلي اللي رجع لنادي طفولته ساعد سانتوس إنه يحافظ على مكانه في دوري الدرجة الأولى، ووافق على عقد جديد، والناس كلها مستنية الإعلان الرسمي عنه قريب. في البداية كان المفروض نيمار يوقع عقده الجديد لغاية 10 من يونيو، قبل يوم واحد بس من انطلاق كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا، لكن الموقف اتغير شوية. نادي سانتوس نزل فيديو على منصة إكس. الفيديو كان بسيط لكنه مليان رسالة. قميص الفريق كان معلق على شبكة المرمى في ملعب فيلا بلميرو، والتاريخ اللي ظهر عليه كان 10 من يونيو، لكن مكتوب عليه غلط. الفيديو خلص بالتاريخ الجديد الحادي 30 من ديسمبر 2026، وده بيشير إن العقد هيستمر لفترة أطول من المتوقع. نيمار سجل 11 هدف وعمل 4 تمريرات حاسمة في 28 مباراة من ساعة ما رجع لسانتوس السنة اللي فاتت. رغم أنه لعب بس نص مباريات الدوري البرازيلي بسبب الإصابات، أهدافه 8 في الدوري، ومنهم 4 أهداف في الجولات الأخيرة، ساعدت سانتوس يبعد عن الهبوط ويكمل الموسم بأمان. الناس كلها في البرازيل بتسأل دلوقتي، نيمار هيشارك في كأس العالم ولا لأ؟ الإجابة مش سهلة. نيمار خضع مؤخرا لعملية بسيطة في ركبته الشمال، وده بعد إصابة تمزق الرباط الصليبي الأمامي اللي حصلت له في أكتوبر 2023 خلال تصفيات كأس العالم. مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي أكد إن نيمار محتاج يكون بكامل لياقته عشان يشارك في البطولة، ونيمار نفسه عايز يلعب في الحدث الكبير ده السنة دي. باختصار، نيمار مستمر مع سانتوس، سجل أهداف مهمة وأنقذ الفريق من مشاكل كبيرة، والجميع مترقبين إذا كان حيقدر يشارك في كأس العالم بعد تعافيه من الإصابة، والموضوع كله لسه محتاج متابعة الأيام الجاية.